السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة الخير؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. الخناقة اللي قدامي ده يا شباب والله العظيم بقالها اكتر من ربع ساعة شغالة. طبعا الدكر الاسمر ده شباب دكر حمام زاجل، والدكر الابيض ده دكر حمام بلدي. النتاية اللي فوق ده شباب الدكر اللي هيكسب فيهم هيكسب المكان وهيكسب النتاية. يعني اللي فوق ده شباب النتاية ديت اللي هيكسب المكان هيكسب المكان وهيكسب النتاية في نفس الوقت. طبعا يا شباب انا بتمنى من الله ان الدكر الاسمر اللي هو يكسب، لان الدكر الاسمر ده شباب انا كنت بايعه والله العظيم من 3 شهور تقريبا، وبفضل الله رجع لي تاني ان الزاجل عاشق المكان. انا بتمنى الدكر الاسمر ده يكسب يا شباب، عشان الدكر ده مكانه اصلا شرعي، والدكر الابيض ده يعني هو ما شاء الله تعالى هو كسب اول جوله يا شباب، ولكن الحمام ما بيستسلمش من اول مره. الحمام ما بيستسلمش من اول مره. الدكر الابيض هيطلع له تاني ومش هيسيبه. طبعا النتايه يا شباب اللي هو ديت هي مستنيه الدكر اللي يكسب. الدكر اللي هيكسب الحمام بيحب الذكره القويه، النوتي بالذات بتحب الذكر القوي عشان يحافظ على الزغاليل بتاعتها، وعشان ان هو اهو شباب زي ما انتم شايفين هو كسب جوله. الذكر الاسمر كسب جوله. ده ذكر حمام زاجل. حضراتكم عارفين ان الزاجل نفسه طويل، وان هو كمان بيخش سباقات بيبقى معضل ما شاء الله تعالى عليه، بيبقى معضل. ده كسب جوله يا شباب. الذكر الاسمر كسب جوله وهنشوفه بقى يا شباب. او ده الابيض كسب جوله كده والاسمر كسب جوله. النتايه بقى هتروح لمين ما احناش عارفين لسه. طبعا هم يا شباب ولكن ده مش العين اللي بيتخانقوا عليها ديت يا شباب. العين اللي بيتخانقوا عليها هم هيرجعوا العين تاني دلوقتي. اللي هيكسب المكان هيكسب المكان وهيكسب. طبعا يا جماعه الخير اهوت الذكر الاسمر دخل المكان اهوت، الذكر الابيض برضه دخل وراه تاني كده. هم واحد واحد الجولات يا شباب كده. جوله عدوا معايا يا جماعه الخير كده واحد واحد، نشوفوا مين اللي هيكسب المكان وهيكسب النتائج. زي ما قلت لكم انا عايز الذكر الاسمر هو اللي يكسب. ذكر حمام الزاجل هو اللي هيكسب. هو هيتجوز حمام هجين. الحمام اللي شايفينه قدام حضراتكم ديت حمام هجين ما بين البلدي وبين الهزاز، ما بين البلدي وبين الهزاز. طبعا انا زي ما قلت لكم ده الشرعي مكان الذكر الزاجل ده هو مولود في المكان دوت، والذكر الابيض استولى عليه عشان انا كنت زي ما قلت لكم انا كنت بايعه. وطبعا هو الذكر رجع لي تاني من حبه للمكان، لان حضراتكم عارفين الزاجل ده عاشق الوطن. لو اصحابه شايفينه يا شباب يكتبوا لي في التعليقات او يجوا ياخدوه مني، مفيش مشاكل. عايزين يبدلوا مني بحمام تاني ما عنديش مشاكل. انا زي ما قلت لكم انا عايز الذكر الزاجل ده هو اللي يكسب. اللي هيكسب المكان، يعني هيكسب البيت وهيكسب انثى جميل ما شاء الله يا شباب. هو كده كسب جولتين كده. الذكر الاسمر ده كسب جولتين. النتايه يا شباب اهيت هتبدا بقى ان هي تنزل له ما شاء الله تعالى. بس بقى خلاص يا رب بقى الذكر الابيض بقى يستسلم وما يطلعش تاني يا رب. بس الذكر الابيض ده بقى يستسلم وما يطلعش تاني. كده الزاجل ما شاء الله اللي حضراتكم عارفين ان الزاجل قوي جدا جدا. ان الزاجل حمام الزاجل يا جماعه الخير ما شاء الله تعالى عليها، يعني من اقوى الحمام ان ممكن الواحد يربيه. طبعا يا شباب النتايه زي ما انتم شايفين حضراتكم اهيت هتبدا بقى ان هي تنزل للذكر وتتودد له عشان هو اللي كسب في الخناقه ديت. النوتي بتحب الذكر القوي، يعني النوتي الحمام بتحب الذكر القوي. هوريها لكم يا شباب وهي بتتزاوج مع الذكر الزاجل ده دلوقتي. كده يا شباب تم التزاوج بفضل الله. النتايه يا شباب دخلت للذكر اهوت العش بيتهم الجديد ان شاء الله تعالى. ربنا يبارك لنا. نتائج جميله جدا. طبعا ده تزاوج الهزاز طبعا بالحمام البلدي ما شاء الله تعالى. نتائج شكلها جميل جدا يا شباب ما شاء الله عليها. فان شاء الله تعالى ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. طبعا النتائج يا شباب هم ما شاء الله بفضل الله هم كده تمت عمليه التزاوج. هوريه لكم ان شاء الله كمان في فيديوهات تانية. الذكر الزاجل ده يا جماعه الخير وعدكم فيديوهات قويه جدا جدا في المرحله القادمه بامر الله تعالى. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه ابدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.